السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. تجهيزات رمضان ما زلنا مستمرين فيها، وعملنا انواع كتير جدا من الجبنة زي ما انتم شايفين. هنزلها لكم ان شاء الله في صندوق الوصف كلها واحدة واحدة. النهارده ان شاء الله هنكمل مع بعض وهنعمل الجبنة الشيدر الحمراء. الجبنة الشيدر الحمراء مش بس لون، لا ده فيها كمان نكهة وطعم جميل جدا بنكهة. هنشوف معانا احنا نكهناها بايه وعملناها بايه زي ما انت شايفة معايا. لو اول مره تشوف القناه، انا سفرة هويدا. ان شاء الله الفيديو يعجبك، واللايك على الفيديو والاشتراك على القناه وفعل الجرس للكل عشان يوصلك كل جديد ومن ضمن تجهيزات رمضان. وزي ما قلت لك ان شاء الله هنزل لك كل وصفات الجبنه اللي احنا عملناها في صندوق الوصف. عملنا الشيدر وعملنا العاديه وبالفلفل، وعملنا الشيدر اللي هي السلايد. النهارده بقى ان شاء الله هنعمل الشيدر الحمراء. زي ما انت شايفه المكونات قولها لك واحده واحده واحنا شغالين باذن الله. مكونات بسيطه موجوده في كل بيت. المكون الرئيسي بتاعنا هنا هو الفلفل الاحمر الرومي. ممكن تضيفي له فلفل حار كميته على حسب انت بتحبي الحار عندك قد ايه. هنقطع الفلفل كده قطع صغيره. لو عندك فلفل الرومي الاحمر ماشي، عندك الفلفل الحلو اللي هو الملون. هنحاول نضربهم بقى في الخلاط. شاف الخلاط ما اتضربش معايا حلو او ما تخافكش حلو، فعملته في الكبه الصغيره. وخدت جزء صغير جدا من الفلفل الاحمر عشان مش عايزينها حاره قوي. عندك النص كيلو من الجبنه القريش. بتصفيها كويس جدا من الميه زي ما انت شفتي كده، وبننزل عليهم 3/4 كوبايه من الحليب، 3 معالق من الدقيق، معاهم نص معلقه من البيكربونات ونص معلقه من الملح ومعلقتين كبار من الزبده الدايبه. كل ده مع بعض في الخلاط، يعني كل المكونات في الخلاط. وان شاء الله هكتب لك المكونات في صندوق الوصف كمان. بنقلب كده في الخلاط كويس جدا. لقيت الخلاط ما بيضربش معايا كويس، فضفت ربع كوبايه من الحليب، يعني خدت كوبايه من الحليب. او ضفت كوبايه الا ربع، ضفت كوبايه. جيت احط بقى الشطه دي او الفلفل الاحمر، لقيتها هتبقى حاميه جدا، فاخدت جزء صغير منها. فطبعا ده حسب راحتك، عايزاها بقى سبايسي تقدر تحطي الكميه كلها. انا عامله فلفل حار مع الفلفل الرومي. ناخد الخليط كله على البوتاجاز كده في الطاسه ما بتلزقش. واهم حاجه زي ما عملنا الجبن قبل كده، ايدك فيها كده بتقلبي فيها على طول عشان ما تشطش منك، وكمان الحراره تبقى حراره متوسطه. بندعمها طبعا الطعم بجبنه شيدر. دي جبنه شيدر مصري، الكيلو منها ب90 جنيه. هناخد منها 100 جرام بس، يعني هناخد 100 جرام من الجبنه. هحطها امتى زي ما هتشوفي معايا. اول ما تقلبي كده ايه بقى، بدات زي ما هتكون هتفور منك، لان فيها بيكربونات طبعا نص معلقه صغيره، وفيها بتبدا تعمل عرق كده للجبنه. ونبدا نحط الجبنه الشيدر اللي احنا عايزينه بطعم الجبنه. لو عايزاها بطعم الجبنه الرومي تقدر تحطي جبنه رومي. طبعا الجبنه الشيدر ما بتسيحش، فباخدها في حاجه تانية وبضربها بالهاند بلندر. لازم اضربها بالهاند بلندر كويس جدا علشان تبقى القوام بتاعها حلو معايا. هدعم الشكل. طبعا احنا في الجبنه الشيدر حطينا لون اصفر، هنا هنحط لون احمر. درجه اللون الاحمر بقى حسب راحتك، عايزاها حمراء قوي، عايزاها برتقاني، اورنج كده براحتك. هتضربي كويس جدا عشان اللون يتجانس كله. ونبدأ نرفعها تاني على النار، نحطها في نفس الطاسة ونرفعها على النار. عشان تضيفي بقى للطعم والنكهة بتاعتها كمان بتحطي شوية جبنة موتزاريلا صغيرين كده. تقدري تضيفيهم مع الجبنة الشيدر من الأول، أو تضيفيهم دلوقتي زي ما أنا عملت. تبدأ بقى الجبنة الموتزاريلا تعمل تماسك وتعمل عرق كده، أو تشد معاكي زي ما انت شايفة مع التقليب المستمر. امتى بقى هتستوي؟ دي طبعا جبنة شيدر حمراء مطبوخة، ان احنا بنسويها على النار وفيها دقيق، فلازم تستوي كويس قوي وتوطي النار عليها خالص وانتي بتقلبي. وايدك فيها لحد ما تحسي انها كتله كده متماسكه معاكي، يعني بتيجي معاكي كده وكده زي ما انت شايفه. هو ده القوام اللي احنا عايزينه، مش لازقه ولا حاجه، وكلها متماسكه كده مع بعض. سيبيها بقى تهدى شويه معاكي، وابدأي هاتي القالب او العلبه اللي انت تحطي فيها. طبعا بتاخد شكل قالب او العلبه، بتدهنيه زيت عشان تعرفي تخرجيها منه كويس، وتبدأي تنزلي بالكميه بتاعتك. لو وصلتي معايا المقطع ده من الفيديو، اتمنى اللايك على الفيديو والاشتراك على القناه، فعل الجرس للكل عشان يوصلك كل جديد من سفرة هويدا. كل سنه وانت طيبه. تجهيزات رمضان والجبنه الشيدر الحمراء السبايسي حاجه جميله جدا زي ما انت شايفه معايا. طبعا بخبط خبطتين كده وبضغط عليها بظهر المعلقه. اديني ظهر المعلقه زيت وابدأي ساوي السطح بتاعها. احنا عايزين كمان نسويه ونضغط كده واحنا بنسويه عشان اي فراغات جوه الجبنه تشيليها وتطلع معاكي تمام التمام. تاخديها كده وتبيتيها في التلاجة ليلة بحالها كده تتماسك مع بعضها، وتبدأي تقدميها. ما شاء الله زي ما انت شايفه، اللهم بارك، حاجه جميله جدا عاملاها في بيتك، حاجه جميله ضمناها ما فيهاش مواد حافظه.
ما فيهاش فورمالين. كل الحاجات الضاره اللي في الجبن اللي احنا بنجيبها. وتقدر تقطعيها جبنه شيدر حمراء مطبوخه لسحور رمضان ما شاء الله، مع انواع الجبن اللي احنا عملناها. طعم رائع. تقدري تتحكمي في درجه اللون وتتحكمي في درجه اللي عايزاها سبايسي قوي ولا مجرد حمرا بس، تستخدمي اللي هو الفلفل الرومي. وجربناها كمان بتسيح، حاجه جميله جدا. اتمنى الفيديو يعجبك، وتجهيزات رمضان كل سنه وانت طيبه. واتمنى اللايك بقى على الفيديو، وشير الفيديو للاصدقاء عشان يوصلوا كل جديد، وفعلي الجرس للكل. تحياتي هويدا عبد الله، كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم.